اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. طبعا انا قرأت كل الكومنتس بتاعت الفيديو اللي فات واتبسطت جدا، وكمان رديت عليكم. ويا جماعه انا ممتن ليكم جدا. وطبعا البارت ده هو تكمله عن البارت اللي فات، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وكمان بقيتوا تخططوا وتكتبوا دلوقتي ايه الكتب اللي انتوا هتجيبوها، عشان هناك ما تقعدوش تلفوا على الفاضي. فالبارت ده هيبقى فيه بارت، يعني في حاجات جديده وسكاشن جديده كده شويه. فيلا بينا بقى نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انت تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان لو في اي فيديو نازل جديد. ويلا بينا. اول سيكشن هو سيكشن ديني، هيبقى بس مختلف شويه عن الديني اللي احنا اتكلمنا عن الروايات. هو مش روايات، هو كتب وهتستفادوا منه جدا. بجد يا جماعه هتضيعوا نص عمركم لو لسه ما جبتهمش. انا ضاع نص عمري ونص عمري بعد ما جبتهم. اول حاجه وهو الواضح في التجويد، ومن يعني من الحاجات الحلوه جدا، هو مش كتاب، هو قرآن. يعني هو قرآن بس في حاجات مميزة جدا فيه، وإن هو بيكون كاتب لك على كل آية التجويد بتاعها. يعني ده إظهار، إدغام، أحكام التجويد، يعني تنطق الكلمة إزاي، إظهار، همس، حاجات من كده. مش زي المصاحف التانية اللي هي تحت بيبقى مثلا مادة 4 2، لا مش كده خالص. هو ده برضو نفع، بس فوق بقى بتبقى مكتوبة أحسن. يعني أحاول إن أنا أصوره لكم، طبعا هو أكيد مش باين هنا، بس أحاول إن أنا أصوره لكم وأكتبه لكم. فمفيد جدا، يعني بدل ما تقعد تقرأ وتنزل لتحت، لا أنت هتقرأ الكلمة وكمان بتكون مكتوبة على طول قلقلة مثلا وحاجات من دي، فحلوة جدا. وأنصحكم بيه وبشدة. اسمه الواضح في التجويد، حلو قوي. وانا كنت بصراحه مش من معرض كتاب، جبته من مكتبه بره، بس غالبا هو هيكون موجود في معرض كتاب لان انا شفت منه كتير جدا. وكمان هيكون اعتقد اقل سعرا شويه من اللي احنا جبناه بره. تاني حاجه بقى وهو كلمات القران. هو صغنن كده بس هو قد الايد بالظبط، كف الايد، اسمه كلمات القران. وده بيفسر كل كلمه في القران، يعني هتلاقوا كلام كتير مفسر. هو بيفسر كل كلمه في القران الكريم. يعني مثلا كلمه مثلا يعني ايه، مثلا ونسوا يعني تركوا وهكذا. فحلو جدا، حاسس ان هو عملي قوي 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 بجد. وكمان حتى ان هو في الجيب كده، يعني ممكن تحطوه معاكم في اي حاجه، في اي شنطه، في اي مكان انتوا رايحين، وهيفيدكم جدا في تفسير وفهم الايات. فحلو جدا، وسعره كان رمزي جدا، انا جبته ب 45 جنيه. فبرضه حاسس ان برضه في معرض كتاب ممكن تلاقوه اقل من كده. فدول بصراحه من الحاجتين اللي انا لازم قلت لازم عشان استفدت منها لازم اقول لكم، عشان لازم لو لقيتوها لازم تجيبوها ان شاء الله. تاني حاجة بقى هنتكلم عن السكشن، هيكون سكشن خيالي. طبعا السكشن الخيالي عندنا 3 سلاسل خياليين رائعين يا جماعة. طبعا نصحوني فيهم قرايبي وبشدة، لأن أنا ما قرأتهمش بصراحة، وسألتهم عن الروايات اللي أنا أنصحها ليكم، قالوا لي الروايات دي. طبعا أول سلسلة هو لعمرو عبد المجيد، واللي هي هقراها من بتاع عشان كتيرة: أرض زيكولا وأماريتا ووادي الذئاب. التلاتة دول كده هم سلسلة مع بعض، تتكلم عن ان في منطقه اسمها ارض زيكولا. ارض زيكولا دي هي منطقه ما يعرفوش القراءه ولا الكتابه ولا اي معرفه عموما. وهيجي بطل الروايه اللي هو غالبا اسمه عمرو باين، وهيجي بقى المنطقه دي. طبعا هتعرف ازاي وصل للمنطقه دي لان المنطقه دي بعيده جدا عن المكان، وهيبدا هو عارف بالتكنولوجيا والقراءه والكتابه، وهيبدا ان هو يواكب معاهم الحوار ده. تاني سلسلة هو برضو لعمرو عبد المجيد، واللي هي اسمها قواعد جارتين وأمواج أكمة ودقات الشامو. برضو سلسلة لعمرو عبد المجيد، وبرضو بتتكلم شبه شوية اللي هو السلسلة اللي فاتت، ولكن السلسلة دي بتختلف شوية ان هو في منطقة اسمها جارتين، او دي قواعد اسمها جارتين، منطقة كده بتتبع القواعد دي، قواعد صارمة وأحكام فظيعة. هتيجي بقى، بس دي بطلة الرواية، هتيجي وهتروح للمكان ده. برضه هتعرفوا ازاي عن القصة لأن هي خيالية شوية. وهتلاقي تروح المكان ده وتبدا بقى في الصراع بين الاحكام والقواعد والحاجات من دي. فدي برضو من السلسلتين اللي رشحوا لي جدا وقالوا لي لازم تقولها، فبيدوها 10 من 10. تالت حاجة بقى وهي أوبال لدكتورة حنان لاشين. دي بتتكلم عن برضو خيالي، تتكلم ان بس هي هتكون غالبا عن احصنه او اشخاص تحولوا لاحصنه يعني. تمام، بس هي برضو بتتكلم عن ان هي تستفاد منها كبير، لانها بتتكلم عن الخير والشر، بتتكلم عن الكلمه وتاثيرها، بتتكلم عن قيم انسانيه برضو. ده كله وانت ماشي في الروايه، بس هي برضو تبع سيكشن خيالي. ودي كان السكشن الخيالي. ندخل بقى عن السكشن الاجتماعي.
سيكشن الاجتماعي فيه حاجات كتيره جدا ومختلفه، وحبيت ارشحها ليكم وبشده لان في منها روايات انا قراتها. اول روايه قراتها انا واختي وتستحق الجداره، احنا ما كناش متوقعين ان هي حلوه جدا بصراحه، اسمها الكاتبه لسلمى حسب الله. بصراحه من الروايات الحلوه جدا، هتلاقيها روايه صغننه برضو كده. هي بتتكلم ان يعني اللي هي البطله بتاعت الروايه بتكتب احداث الاشخاص بتفاصيل حياتهم، وبتتحقق لدرجه ان هي راحت تتعالج نفسيا بسبب الموضوع ده. طبعا مش هنحرق اكتر من كده بقى الروايه، انتوا هاتوها واقرأوا الروايه كلها، فعلا هي حلوه جدا جدا ونديها 10 من 10. تاني روايه بقى وهي روايتين لخولة حمدي. اول روايه وهي روايه ارني انظر اليك. أرني أنظر إليك هي بتتكلم عن إن هو بتحاول توصل، أو الفرق ما بين الشك واليقين، أو إن هو بيحاول يوصل لليقين، لأن هو كان شخص غالبا، أنا مش فاكر بصراحة هو كان ملحد أو إن هو خرج عن الإسلام يعني، وكان بيحاول يريح ضميره أو يوصل لليقين الإلهي وحاجات دينية كده. بصراحة ما كملتش قراءتها عشان هي كانت بتعتمد على اللغة العربية الفصحى الدقيقة يعني، فكان بالنسبة لي كانت صعبة جدا إن أنا أقرأها. يعني هي مش صعبة، بس تحس إن هو كلماتها نفسها كانت صعبة. ولكن أختي قرأتها وقالت لحد ما هي كانت حلوة، قرأت نصها قالت إن هي مش وحشة، هي حلوة وفي حاجات مفيدة، بس عايزة إن أنت تحاول إنك تقرأها. فأنا بصراحة أديها 7 من 10، أختي ممكن تديها 8.5 من 10. تاني كتاب برضو لخولة حمدي وهو في قلبي أنثى عبرية، من الكتب الرائعة اللي فعلا اشتهرت جدا للدكتورة خولة حمدي، وفعلا جميلة جدا. وهي بتتكلم برضو عن الصراعات الدينية والتسامح والحاجات من دي كلها، وكانت من أشهر العبارات اللي هتلاقيها مليانة السوشيال ميديا، وأكيد أول ما أقولها لكم دلوقتي أنتوا هتعرفوها، وهي اليهودية التي أسلمت. فطبعا من الروايات الخطيرة، والحته دي هتلاقوها اصلا في روايه في قلبي انثى عبريه. فاديها بصراحه 8 من 10. واختي يعني عشان انا ما قراتهاش فانا هديها 8 من 10، لكن اختي هتديها 10 من 10. تالت روايه بقى وهي في جثه في بيت طائر الدودو. بصوا يا جماعه، هي منى سلامه كانت عامله اكتر من روايه، بس الروايه دي بصراحه، وطبعا بتشتهر بان هي روايتها حلوه جدا، بس الروايه دي يعني بصراحة مش عارف، يعني أنا قرأتها وكانت بتتكلم عن المغزى الحياة، وإن هي بتوصل إن أحيانا إن الحياة بتبقى صعبة وكده، فهو لازم إنك تواكب الحياة. بس أنا ما فهمتش أي حاجة منها، يعني هي رواية لذيذة حلوة بس ما فهمتش أي حاجة. يعني حسيت إن أنا ما خرجتش باستفادة زي باقي الروايات، حسيت إن أنا مش عارف هي عاوزة توصل لإيه، يعني حتى نهايتها أنا ما فهمتوش. فعشان كده ما حسيتش بأي حاجة في الرواية دي. فالرواية دي أنا أديلها 6 من 10 عشان أنا مش فاهمها بصراحة. فلو حد قراها وفهمها يقول لي في الكومنتس بتتكلم عن إيه، ولو فعلا حلوة يقول برضه في الكومنتس عشان يقول للباقي إن هي فعلا تستحق إن أنت ممكن تجيبها. الرواية بقى قبل الأخيرة اللي أختي ممكن ترشحها لكم من هنا لبكرة، وهي روايات تميمة نبيل، وهي ولك في العشق ذات لتميمة نبيل. دي أول رواية تنزل معرض الكتاب غالبا. طبعا رواياتها كلها هتلاقوها على جروب على الفيسبوك، اصلا هي بتنزل PDF او بتنزل على الفيسبوك، فدي كانت اول روايه اصلا تنزلها كتاب. طبعا اختي بترشحها من هنا للسنين الجايه، وقرايبي برضه عشان هم بيعشقوا تميمه نبيل. هي بتتكلم عن واحده اسمها دنيا، عندها ماضي مؤلم، وهتبدا ان هي بقى تتكلم في الروايه عن الحاجات دي كلها. بس هي اختي دايما بتقول كده، روايه تميمه نبيل من اول كلمه هتقراها مش هتقدر تسيب الروايه لحد الاخر، ودي فعلا عن تجربه، اختي ما بتسيبش الروايه غير لما تخلص. ف طبعا اختي بتديها مليون من 10، مش 10 من 10. اخر بقى روايه معانا وهي روايه تطبق الشروط والاحكام لمريم احمد. اللي ما يعرفش مريم احمد هي هتلاقوها على السوشيال ميديا، هي لايف كوتشنج، هتلاقوها على السوشيال ميديا، ونزلت اكتر من كتاب، بس انا قريت كتاب تطبق الشروط والاحكام. بصوا هو انا واختي قريناه، هو كتاب حلو جدا، وهو يصنف اجتماعي نفسي فلسفي، فاهمين يعني، مدي كل الاحداث. هو انا هحكي لكم ملخص كده. هو في اكتر من بطل في الروايه، كل واحد عنده مشكله وفاكر ان المشكله دي مش هتتحل نهائيا. هيبدا تدخل في احداث، شويه احداث، يعني هو برضه ممكن تدي حته خيالي يعني، فعشان كده سيبناه في الاخر. هو ممكن يدخل خيالي، ممكن يدخل نفسي، ممكن يدخل حاجات كتيره جدا. هيبدا ان هو كل واحد يحل المشكله دي، فهيلاقي ان المشكله بتاعته
صغيره جدا، يعني هو مجرد بس اللي مهولها، او ان المجتمع فارض عليه حاجات فتبدا انها تحل المشكله دي. طبعا هو حلو جدا وانصحه بشده، فتطبق الشروط والاحكام عجبني جدا، فاديله 9.5/10. ودي كانت الروايات كلها اللي انا قراتها اللي انا فاكر منها. في روايات انا قراتها انا مش فاكرها نهائيا، وبرضو روايات تانية قرايبي قرأوها، بس قلت بقى يبقى كده كتير جدا جدا جدا، فكفايه كده حتى الان عشان فلوسكم ما تخلصش. وحاولوا ان انتوا كل كتاب برضو انكم تروحوا تعملوا سيرش عليه وتشوفوا هو بيتكلم عن ايه، وتشوفوا ان هو اكتر حاجه شدتكم، اكتر كتاب شدكم هو ايه، وتشتروه. وبرضه تكونوا كاتبين نوتة كده الكتاب، والاسعار غالبا هتعرفوها من هناك، بس هو كان في اسعار بتتراوح الكتاب من 80 ل 170 جنيه، فهتلاقوا كتب بتتراوح يعني حسب الكاتب وحسب حجم الكتاب. فما تنسوش برضو، انا عمال انبه عليكم اهو، ما تنسوش انكم تكتبوا في نوتة كده الكتاب اللي انتوا عايزين تجيبوه ومن دار ايه. هتلاقوا كل كتاب انا كنت منزله هتلاقي تحت كده مكتوب دار النشر بتاعته، فما تنسوش ان انتوا تكتبوا دار النشر عشان تبقوا عارفينها. وكمان ان انتوا تدخلوا على دار النشر دي على اي سوشيال ميديا وتشوفوها هي في صالة كام وقاعة كام، عشان لما تروحوا تدخلوا على طول الصالة دي او القاعة دي، عشان خاطر انكم ما تقعدوش تلفوا كتير جدا. دي من النصايح المهمة جدا جدا جدا. وطبعا ده كان اخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم وتستفادوا فيه بشكل كبير جدا. ولو في اي كتب انتوا قرأتوها قولوا لي في الكومنتس، وقولوا لي برضو لو في كتب تانية قرأتوها وتحبوا ترشحوها لحد تاني برضو قولوا في الكومنتس. وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، وتنسوش تفعلوا الجرس عشان لو نزل اي فيديو جديد. مع السلامة.